السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في فيديو النهارده عن موتوسيكل فوجان اتش 250. الموتوسيكل ده هو الاصدار الجديد لل 250 القديم، لكن بعد اضافه شويه تغييرات واضافات عليه. وهنتعرف في فيديو النهارده على مواصفات الموتوسيكل ونشوف التعديلات المضافه هل هي كويسه ولا لا، وهل الموتوسيكل ده افضل حاجه في فئته السعريه ولا في افضل منه. ده اللي هنعرفه. تابع معايا الفيديو. اولا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. علشان ما اطولش عليكم، ما تنساش تصلي على الحبيب محمد وتدعوا لاخواتنا، ويلا بينا نبدا الفيديو. اولا الشكل والتصميم. الموتوسيكل بيجي بتصميم جديد كليا عن الاصدار القديم، شكل بسيط جدا ومفيهوش شغل كتير، والتصميم كويس جدا ومتناسق. ننتقل للموتور. الموتوسيكل بيجي بموتور 250 سي سي بقوه حصانيه تصل ل 17 حصان، بيستم واحد 2 صباب مع حدافه اتزان لاداء افضل واهتزازات اقل اثناء قياده الموتوسيكل. وزي الاصدارات الجديده، الموتوسيكل هنا برضو بيجي بسربنتينة زيت لتبريد زيت الموتور وتحسين الاداء. لكن يا عزيزي، الموتوسيكل هنا مختلف عن الاصدارين الجداد، بيجي بموتور 5 غيارات زي الاصدار القديم، وده لو انت مش حابب الموتور ال6 غيارات، لان لحد الان في اراء كتير متضاربه حول الموتور ال6 غيارات وفي ناس كتير مش حباه. فهيبقى قدامك الموتور ال5 غيارات في الاتش 250 مع باقي الاضافات الجديده. ننتقل للمساعدين. الموتوسيكل بيجي بمساعدين اماميه عدله، كنت اتمنى ان هي تكون مقلوبه، كانت هتبقى افضل، لكن نتمنى انهم يعدلوها في الاصدار اللي جاي. والمساعد الخلفي بيجي 2 مساعد غاز نفس الاصدار القديم، والمساعد الغاز هنا بيكون افضل في شيل الاوزان وراك على الموتوسيكل، او هتشتغل بيه توصيل افراد هيكون كويس جدا. ننتقل للفرامل. الموتوسيكل هنا بيجي فرامل اماميه وخلفيه باكم ديسك، ودي ادائها محترم على الطريق، لو حصل اي حاجه مفاجاه هتقدر توقف الموتوسيكل بسرعه. وننتقل للكاوتش. الموتوسيكل هنا بيجي بكاوتش امامي مقاس 90 وكاوتش خلفي مقاس 130، وهم نفس الكاوتشين الموجودين في ال 250. ننتقل للعداد. الموتوسيكل هنا بيجي بنفس العداد القديم زي اللي كان في ال 250، بيكون من جهه اليمين عداد ديجيتال بيظهر فيه السرعه وعدد الكيلوهات والساعه، ومن جهه الشمال عداد الار بي ام، وبيكون عداد انالوج، وده طبعا الشكل القديم اللي اتعودنا عليه من زمان في الاصدارات اللي فاتت. وننتقل للتانك. التانك هنا سعته اللترية 19 لتر بنزين 92، وده رقم محترم، مش هتحتاج تحط بنزين كل شوية. وننتقل للشكمان. الشكمان هنا بيجي بنفس الشكل القديم اللي اتعودنا عليه، الشكل الطويل، لأنه في موتوسيكل زد 250 بيجي الشكمان قصير شوية. ننتقل للإضاءة. الموتوسيكل هنا بيجي بإضاءة ليد بالكامل ما عدا لمبة الإضاءة العالية الأمامية في الكشاف الأمامي للموتوسيكل، بتيجي بلمبة هيلوجين العادية، فهتحتاج تغيرها بلمبة ليد علشان تديك أداء أفضل في الطرقات المظلمة. دي كانت كل المواصفات اللي محتاج تعرفها عن الموتوسيكل. تعال نتكلم عن التعديلات اللي نتمنى إضافتها في الإصدارات القادمة. زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديو زد 250، الموتوسيكل هنا محتاج تعديل المساعد الأمامي لمساعد مقلوب علشان يديك أداء أفضل على الطريق، خصوصا إن الموتوسيكل مش رخيص، دفات ال50 لبداية ال60,000 جنيه، فيفضل إن هم يضيفوا لنا مساعد مقلوب. وبرضه هنا العداد بيجي نفس العداد القديم، فكنا نتمنى إن هو برضه يبقى عداد ديجيتال زي اللي موجود في الإصدارات الجديدة. وزي ما اتكلمنا قبل كده برضه الموتوسيكل هنا كنا نتمنى إن هم يعدلوا القرون الخلفية وتبقى الشبكة، علشان لو حابب تشتغل دليفري بالموتوسيكل او هتاخد حد وراك، الراكب الخلفي يكون مستريح في الجلوس على الموتوسيكل. وبرضه بنتمنى ان هم يهتموا بالفئة ديت ويضيفوا فيها شبكة خلفية حريمة، هتدي اداء افضل في نقطة الراكب الخلفي سواء مين هيكون راكب وراه. وننتقل لسعر الموتوسيكل. الموتوسيكل اخر مرة كنت سائل عليه كان سعره ما بين 55 ل 58 الف جنيه، مش عارف ممكن يكون وصل لفين دلوقتي، ربنا يسترها. وان شاء الله هيكون في فيديو لينا هنتكلم عن الاصدارات الثلاثة وايه افضل نقاط القوة في ال3 موتوسيكلات اللي بتقدمها ليك ومشتركة مع الإصدارات القديمة، فتأكد إنك عامل اشتراك في القناة علشان هتستفاد بإذن الله. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب أكون فدتك. ولو عندك أي استفسار أو طلب اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في أمان الله.